السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو مميز. احنا هنعمل الكوردون بلو ده لرمضان. بس ده أنا كنت عاملاه شغل، فعاملاه بفراخ، يعني بكيلو من الفراخ. طبعا عشان الأسعار أنا هقولك انتي تعمليه بطريقة موفرة ازاي. شايفين شكله متماسك وجميل، وكان طعمه تحفة تحفة. تعالوا نشوف المقادير. أنا قلت لكم إن أنا كنت عاملاه للشغل، فعاملة كمية فراخ يعني صافي، عاملة كيلو من الفراخ. انتي حضرتك هتعملي ممكن ربع كيلو من الفراخ وتكملي الكيلو. الكمية دي برغل على بطاطس براحتك خالص. يعني وانتي قدامك الكيلو، يا اما تقسميه نص ونص، تقسميه ربع وتلات ارباع، تكملي الكمية يا بطاطس برغل او بطاطس مع برغل. انا حاطه على الكيلو 4 بصلات كبار وكوبايه بقسماط. انتي برضو هتحطي نفس المقادير دي كمان. تمام. وكانت التوابل معانا الفلفل الاسود والاوريجانو وتوابل اللحم وملح وفلفل وبصل بودر وثوم بودر. احنا بقى عشان عايزين نعمل الوصفة دي اقتصادية. تمام. فانا جايبة الرومي اللي هي المقطعة، بتبقى ارخص شوية من الرومي التانية، وادي موتزاريلا، ومعانا اللانشون. جايبين نوع حلواني. حاولي تجيبي الحاجات دي يعني في عروض، بيبقى سعرها ارخص شوية. يعني حلواني دايما في الهايبرات بيعمل عروض كويسة. هو التوفير هنا، بصوا ان احنا هنحط كده ايه، شوية من هنا على شوية من هنا. وهقطع معاكم اللانشون، فما شاء الله تدينا كمية حشو كبيرة. الكمية دي احسن من الطريقة التانية اللي هي بنبدأ نحط قطعة كبيرة مثلا من اللانشون، وبعدين قطعة من الجبنة، انواع الجبن بقى المختلفة، قطعة قطعة قطعة، فطبعا هتكلفك جامد. لكن الطريقة دي هتوفر معاكي كتير. انا بقطع بالشكل ده. هقول لكم تاني التوابل بتاعه الخلطه اللي هي مفروض هناخدها كلها على بعضها، نطحنها في الكبه اللي هي كانت الفراخ، مع ممكن تجيبي فراخ شيش او فراخ صدور براحتك، مع البقسماط، مع التوابل، مع البصل. التوابل بتاعتنا كان توم باودر، بصل، ده وعلى فكره شويه اوريجانو انا بحطه على الخلطه، بيديها طعم تحفه. الاوريجانو يا جماعه اللي هو اكليل الجبل، او الزعتر بيقولوا عليه الايطالي. تمام. احنا بقى زي ما قلت لكم، نرجع لكلامنا. هتخلطي في الكبة الخلطة اللي قلنا عليها لغاية ما تنعم معاكي خالص. زي ما قلتلك، عايزة توفري ممكن تعملي ده على فكرة من تفريزات رمضان، هيديكي كمية حلوة قوي. ممكن تحطي ربع بس من الفراخ وتكملي التلات ارباع برغل مع بطاطس، وتحطي برضو البقسماط والبصل اللي احنا حطيناه. يبقى انت كده طلعتي كمية حلوة جدا. او تحطي نص الكمية فراخ ونص الكمية برغل، او نص الكمية بطاطس على برغل زي ما قلتلك. انت بتجيبي بقى كيس تلاجة كده وتبلي ايديكي مية كده، وتبدأي تفردي. شايفين انا بعد ما طحنتها بتطحنيها ناعم كده بالشكل ده. تبدأي بقى تفردي معاكي. هتجيبي كيس تاني تحطيه فوق، على اساس طبعا ما تلزقيش ايدك، وبالنشابة بتاعتك او الشوبك كده تبدأي تفردي. ماشي بسمك كده معقول، لا رقيق قوي ولا تخين. نقول مثلا نص سنتي او اقل. اهو كده بالشكل ده. وبتبدأي بقى تاخدي من الحشوة وتحطي في النص، وتلفي برضو بالكيس التلاجة. يعني حاولي ما بلاش تعكي ايدك، لان الخلطة دي بتبقى طبعا ناعمة معاكي وهتلزق ايدك. فخلي كيس التلاجة دايما، يعني انت المتحكمة كل حاجة بكيس التلاجة. يا اما تفرديها قطعة كبيرة زي ما انا فردتها وتحشي وتلفيه، وتبدأي تقطعيه وتقفلي مثلا الجوانب اللي هم الطرفين دول. طبعا عجينة لينة معانا هتتقفل معاكي بكل سهولة. او تعملي واحدة واحدة زي ما انا بعمل دلوقتي. هي طبعا انا مش هقول لكم، هي كتحضير مكونات لغاية ما تبقى معانا عجينة كده هي سهلة. لكن هو الفرد ده اللي بياخد مننا وقت.
بس انتي هترتاحي كتير. يعني انتي لو عملتي زي ما قلتلك الكمية دي ما شاء الله تعملي اطباق كتيرة جدا، هتعينيها طول رمضان ان شاء الله، هتقلي منها جنب الاكل. شايفين احنا بنقفل الجوانب كده بالشكل ده، بنبدأ نزق بايدينا اهو. شايفين سهلة خالص اهي كده. لو حاجة فتحت مننا مش مشكلة، العجينة لينة معانا، بنبدأ احنا نسويها اهي. ولازم يا جماعة اكياس التلاجة واحدة واحدة نلفها كده، نقطع اكياس التلاجة بالطول على قد الصابع، وتعمليه بالشكل ده، وتضغطي على الجوانب من الطرفين زي ما انتوا شايفين. انا هكمل بقى بقية الكمية، وبتسيبيها في الفريزر. اهم حاجة تمسك كويس جدا عشان بقى الشغل اللي جاي ده معانا يبقى سهل، مش هياخد مننا وقت خالص. ده بقى شوية من الكريسبي على شوية من البقسماط اللي انا بقلبهم دول، والناحية التانية قدامهم انا حاطة دقيق ومبهراه بتوم باودر، بصل باودر، شوية برضو من الاوريجانو. اللي بيدي الطعم المميز للكوردون بلو يا جماعة هو الاوريجانو والبصل باودر والثوم الباودر. شايفين بقى انا لما فكيتها، شايفين جمالها بجد متماسكة وجميلة جدا. انتوا عارفين طبق الكوردون بلو في المطاعم بيتباع بكام؟ بجد غالي جدا جدا فوق ما تتخيلوا. انتي حضرتك هتعمليه ومش هيكلفك حاجة. يعني لو هنقول انتي رحتي جبتي ربع كيلو من الفراخ، هو حاليا البانيه 210 تقريبا، والشيش بيبقى اقل منه مثلا نقول 20 جنيه. يعني مثلا الكيلو منه 190، حسب ما انت عايزة تجيبي ربع من ده او ربع من ده. يعني الربع مثلا هنقول 55 جنيه مثلا او 50 جنيه. هتكملي الكمية زي ما قلتلك، واي جبن عندك، وبرضو كمية لانشون قليلة، مش هقولك حطي كتير. يعني ممكن الكمية كلها اللي انت هتعمليها تكلفك 100 جنيه. شايفين بقى كده احنا بنبدأ الاول ننزل في الدقيق، خلطة الدقيق اللي عاملينها دي بالثوم باودر، بصل باودر، اوريجانو، بالشكل ده. تمام. طبعا هي متفرزة هتسهل عليكي جدا، اوعي تعمليها وهي فكة، طبعا كل الخطوات اللي انت عملتيها هتبوظ منك. احنا بنبدأ بقى ننزلها في البيض. تمام. بيض بشوية حليب عندك كده مع شوية ملح وفلفل، وبننزل على الخليط اللي هو الكريسبي بالبقسماط بالشكل ده. يعني انتي بجد احنا عارفين ان احنا في رمضان بنعمل حاجات كتيرة تبقى مثلا جنب الاكل. طبعا كل يوم مش هنعمل لحوم عشان الازمة الاقتصادية اللي احنا فيها، فده يبقى طبق جميل جدا. ان انتي مثلا مش عايزة تكلفي نفسك تجيبي مثلا كيلو لحمة او تجيبي فرخة. يعني برضو ده هتبقي كلتي برضو طبق مميز وطبق شيك كده على سفرة رمضان. ممكن تعمليه جنب شوية بطاطس وجنب مكرونة وجنب سلطة اهو. شايفين شكله. انا بقى اكمل الكمية كلها بالشكل ده. انا زي ما قلت لكم عشان انا كنت عاملاه شغل، فعاملاه اطباق نص كيلو كده بالشكل ده. النص كيلو كان بيطلع 5 صوابع 6 صوابع بالشكل اللي انتوا شايفين. بجد ما كانت الفراخ رخيصة كنت بعمل عليه عروض حلوة جدا. كان بصراحة اول ما بنزله الناس يعني بتتهاتف عليه من جماله. انا قلت هقلي معاكم. احنا طبعا سيبناه اتجمد كويس. انا عايزة اوريكم ان هو مش هيفك منك ولا تحصل اي مشاكل. بننزله في زيت سخن، وبعد كده نوطي النار. طبعا هو يعتبر تخين معانا، نوطي النار عشان فيه فراخ. اقسمي كده بقى، وما شاء الله بألف هنا وشفا. شايفين الجبنة؟ والله يا جماعة طعمه كان تحفة تحفة تحفة. زي ما قلتلك حطي برغل، حطي بطاطس، مش هتفرق وهيطلع معاكي جميل، لان خلطة الجبنة مع اللانشون دي بتدي طعم اصلا له لوحده جميل. بألف هنا وشفا.